فرقه اسوان فرقه محترمه، احنا عارفين الظروف اللي بتمر بيها، فعشان كده اقدر اقول لك ان انا النهارده يعني كنت طبعا اكسب وخسرت نقطتين، لكن نتيجه لظروف اسوان اللي احنا عارفينها كله. لكن طبعا اسوان كاسم وكتاريخ شرف لاي حد انه يشتغل قدامهم، والتعادل مع اسوان هنا برضو كاسم اسوان مكسب يعني، والحمد لله، وبشكر الرجاله على الاداء اللي بيأدوه، واتمنى يكملوا كده لغايه الاخر. ان شاء الله. هل الاصابات اثرت مع حضرتك في الفريق؟ يعني هو غياب بعض اللعيبه المهمه مثلا داخل التيم؟ يعني بقى احنا عندنا اصابات، عندنا يعني احنا عندنا بس احنا الفرقه فيها باك ليفت واحد بس اصلا، واحد بس اتصاب الماتش اللي فات حازم، وبالتالي احنا بنلعب بقى مارادونا اللي هو الجناح اصلا اللي بيلعب قدام، بيلعب طول الماتشات باك ليفت. يعني بعض المشاكل البسيطه الموضوع بيأديها وبيأدي بشكل كويس. عندنا بعض المشاكل كده، حاجات بسيطه يعني، في اصابات النهارده زي ما قلت لك، اصابه برضه يوسف تفرق معانا، لكن اللعيبه رجاله يعني. حضرتك تخيل ان لافين يعني الموسم اللي فات كان في موقف صعب جدا، نفس اللعيبه دي احنا بنتعادل النهارده مع اسوان، واللعيبه داخله جوه زعلانه ومكشره ومتضايقه، كانوا عايزين عندهم احساس ان يقدروا يعملوا مكسب، ودي في حد ذاتها ميزه بتقدر تبني عليها يعني. انا عارف ان الضغط عندنا كاس يوم الاثنين، انا مش عارف توقيته غير منطقي خالص، حاولنا ناجله ما رضيوش، ما جينا نسافر من اسوان وصعب جدا العب، وبقول لحضرتك السكواد عندي ما اقدرش اغير فيه كتير.